خصنا نعرفوا على ان هذا الشيء راه في لا دي ان ديال المغرب. انا نعطيك غير واحد المثال بسيط سي حسني، دليل قاطع انه لا تيز دو سا ماجيستي الله ينصرو محمد السادس، لا تيز دو دكتوراه ديالو في 1973 الى بورتي سور العلاقه بين سميتو لونيون اوروبيان وبين لو مغرب. يعني ما كانش عنده فيزيون ديال المغرب، يعني يجر الغطاء على راسو. وملي كننزلوا كذلك لي تيم اللي اشتغل عليهم في الماستر 1 والماستر 2، اشتغل كذلك على لا غولاسيون سود سود، يعني العلاقه مع افريقيا. هذا الشيء اللي هذا لو شونتي هذا اللي كيشتغل عليه سا ماجيستي راه ماشي نتيجه اليوم، راه نتيجه الان غيف، يعني واحد الحلم ديال واحد الشاب اللي هو دار دكتوراه ديالو على هذه المسائل ديال لا غولاسيون سود سود ديال المغرب، وكذلك لاطلاس ديال المغرب العربي. هذا التظاهر اللي نظمناها ما هي الا مرآة لهذه النظره ديال سا ماجيستي. فهذا الشيء اللي كنقول على ان الصحافه ديالنا اليوم ما تكلموش وما وضحوش الصحافه المغربيه والصحافه الافريقيه، ما استطاعوش يبيعوا الافريقيه ويوضحوا باش تكون واحد لابيزمون، يكون واحد الجو يعني ديال السلم. بقينا كنتكلموا شكون اللي غيلعب، شكون اللي غيفوز، الكاس خصها تبقى هنا، وما قلناش للافارقه خوتنا وصحابنا هذا بان حنا راه اليوم هذا عرس افريقي. هذا يعني انا في نظري الجانب ديال الصحافه يعني يجب ان يعاد فيه النظر سي حسني. وي كلامه يتسمع، سي مصطفى كلامه يتسمع. وي هذا ينجم يكون من ادوار الاعلام الرياضي صحيح. هو شوف، في كل الحالات انا متفق معك على المبدأ العام، وان المغرب يعني لا اورغانيزي لا كان او نون دو لافريك. معناها derrière cette 35e édition de la compétition continentale, il y avait un enjeu plus grand, plus fort que le simple enjeu sportif de titre de vainqueur et vaincu. Bon, il y en a متفق Ouais. معك لما تلمح له وما تلمح له. أنا سأسميه يعني بصريح العبارة. Il y en a malheureusement ceux qui n'ont pas compris ces enjeux. صورة افريقيا كانت في الميزان